كتيرة جدا الناس اللي بتقول لنا آرائهم عن بعض التجارب اللي احنا ممكن ناخدها واللي احنا ممكن نعيشها، نفس التفاصيل نفس كل حاجة، رأيهم أو تكوين رأيهم عن الموضوع ده يكون خاص بتجربتهم هم، وتجربتهم هم مش لازم تكون تجربتنا احنا في أبسط الأشياء. أنا ممكن أدوق حاجة ما تحبهاش لكن انتي تدوقيها تحبيها. ممكن حد يقول على حاجة ان هي بشعة او تفاصيلها مستفزة انا ما بحبهاش، ويكتشف ان من طفولته مثلا ان الحاجة دي كان ليها حدث مثلا معين معاه فهو قرر ان هو يكره الحاجة دي، لكن مش معناه ان هو عشان بيكرهها عشان هو ظروف حياته تجبره ان هو يكون بعض الاراء عن حاجة معينة ان لازم ده كمان يكون رأيه. فدايما اعرفوا ان الناس لما بتقول نصيحتها ولما تقول وجهة نظرها في امور كتيرة جدا بتقول ده بناء على تجربتها هي، بناء على عقليتها هي. احنا ممكن الاتنين نكون باصين لنفس الحاجة وانا ادركها بشكل مختلف عنك مع انها نفس الحاجة، ولكن ادراكنا او الطريقه اللي بنبص بيها للحاجه خاصه بتجاربنا خاصه بخبراتنا في الحياه يخلينا نبص ليها بشكل مختلف. لما حد يجي يدينا وجهه نظره محتاجين ان احنا نشوف او نسال نفسنا الحاجه دي تناسبني فعليا ولا لا. اول حاجه لما نحس ان احنا متلخبطين مش عارفين نعمل ايه، في حاجات بنضطر ان احنا نجربها عشان نشوف احنا تجربتنا معاها هتبقى عامله ازاي، لان الكلام السطحي ممكن ما يقولناش التجربه دي فعليا. اكيد في بعض الامور ما بنسمحش بالتجربه، ولكن ان اغلبيه الحياه تحتم علينا ان احنا نجرب امور كتيره عشان نبتدي نشوف احنا مين اصلا، احنا بنقبل ايه اللي بينفعنا ايه اللي ما بينفعناش. فانا بكتشف نفسي في الطريق عن طريق التجربه مش لازم ان انا اقوم فعليا بالفعل ده، ممكن اقرا عنه اكتر، ممكن اعرف عنه اكتر، ممكن اجرب زوايا مختلفه ابص بيها لامور مختلفه تناسب مع وعيي في الوقت ده. فكل ده ممكن يكون نوع من انواع التجربه اتجاه خطوه ان انا افهم حاجه بشكل احسن. فانا لما ارفضها ده مش معناه ان انا برفض الشخص او بحد من تفكيره، ولكن ده معناها ان انا بخلق لنفسي الوعي والادراك او النضج الكافي اللي يقول لي انا سيده قراري وسيده تجربتي لبعض الامور في الحياه، اقول الحاجه دي فعلا تناسبني ولا لا.